2002 وبالضبط نهار 30 دجنبر واحد من المتشردين لقى ميكا كحله وسط بركاصه ديال الزبل، وملي حلها لقى بنادم مقطع طراف. وملي وصلوا رجال الامن العنوان ومن بعد ساعه ديال التقلاب لقاو ميكا ثانيه وفيها اجزاء بشريه حتى هي. المشكل واش هاد الاشلاء ديال شخص واحد ولا ديال اكثر من شخص، والمشكله الثانيه شكون مول هاد الاطراف البشريه اصلا. كميه الغموض والالغاز في هاد الجريمه وذكاء ماشي طبيعي في حل تفاصيل الجريمه. هذه وحده من اهم واغرب القضايا اللي وقعت في كامدن في شمال لندن، وغادي نفهموا منها كيفاش كيتم ربط الخيوط ببعضياتها. ثنائي الهويه وسلسله الجرائم النفسيه في الحقيقه الكامله. 2002 وبالضبط نهار 30 دجنبر في كامدن شمال لندن، واحد من المتشردين كيقلب وسط بركاصه على شي حاجه ياكلها، حتى لقى ميكا كحله كبيره كاينه لتحت كاع وفوق منها ميكات بزاف، وهذا الشيء تيعني انها بقات مده طويله وسط البركاصه. المهم هذا المتشرد هز الميكا باش يشوف شنو فيها، حلها وتصدم من داكشي اللي شاف. لقى رجلين بشريه مقطعه وسط الميكا، وفي ديك الوقت بدا تيغوت. وجاو البوليس بالزربه لديك البلاصه اللي هي عباره على منطقه فيها تجمع ديال اكثر من بركاصه محطوطه تما باش الناس ديال واحد المنطقه سكنيه قريبه يرميو فيها. والسكان فعلا كانوا كلهم كيرميو في هاد البركاصات، وكاين كاميو كيجي كل يوم في الصباح باش يخوي دوك البركاصات. وهذا الشيء كيعني ان اللي حط الميكا في البركاصه دار هكا مورا 9 الصباح. البوليس داروا طوق امني على البركاصات، وفي نفس الوقت كيتم فحص كاع المعلومات اللي كاينه في مسرح الجريمه، واللي كان باين منها ان الجريمه وقعت من وقت قليل، حيت الرجلين اللي كانوا في الميكا مازال بحالتهم كيف ما هما. والمهم هنا واش كاينين اجزاء بشريه في شي ميكا اخرى ولا لا. عدد البركاصات اللي كاينين 4، وهما يلاه قلبوا وحده. ومن بعد ساعه ديال التقلاب رجال الامن لقاو ميكا ثانيه فيها اجزاء بشريه، ولقاو في هذا الميكا نص جوج تاع علوي، ولقاو رجلين. وهذا الشيء كيعني غالبا ان هاد الاشلاء غادي يكونوا ديال جوج ديال الجوجات، حيت لقاو في الميكا الاولى والثانيه رجلين، والميكات بجوج ما فيهمش الراس وما فيهمش اليدين. وهذا الشيء كيبين ان المجرم ما بغاش البوليس يتعرفوا على الجوجات، وحتى من اليدين ما كاينينش باش ما يعرفوش البصمات. وهذا الشيء كيعني ان مهمه التعرف على صحاب هاد الجوجات غادي تكون صعيبه، والاعتماد الاساسي غادي يكون على تحليل الدي ان اي، وفي نفس الوقت تفريغ كاميرات المراقبه اللي كاينه في الزنقه باش رجال الامن يشوفوا شكون اللي رمى الميكات الكحلين في البركاصه. ومن بعد نص ساعه رجال الامن لقاو ميكا اخرى فيها جزء سفلي ديال الجثه، واللي كان باين من الاشلاء البشريه اللي لقاوها ان هذه الجثه ديال جوج عيالات، ولكن طبعا ما كاين حتى معلومه مؤكده حتى لدابا. المهم تم نقل الاشلاء البشريه للطب الشرعي باش يحددوا زمان وسبب الوفاه. وفي نفس الوقت رجال البحث الجنائي بداو تيفحصوا مسرح الجريمه مزيان ويرفعوا كاع الادله والبصمات من البركاصات. المشكل ان المنطقه اللي لقاو فيها الاشلاء كانت عامره بزاف، وقريب منها كاينه محطه المترو، وهذا الشيء كيعني ان عدد كبير ديال الناس كيدوزوا من هذه المنطقه. كاميرات المراقبه في ذاك الوقت اللي هو سنه 2002 كانت ضعيفه بزاف، والجوده ديالها ما تقدرش تخلي رجال الامن يتعرفوا على الملامح ديال الاشخاص بسهوله. هذا الشيء من غير ان عدد الكاميرات في ذاك الوقت كان قليل بزاف، ولكن بداو رجال الامن في فحص كاع كاميرات المراقبه اللي كاينه في ديك الزنقه. وفي هذا الوقت كان بدا الطب الشرعي يقول معلومات مهمه بزاف. اولا اكدوا ان الجثث بجوج ديال العيالات، ولكن المعلومه الغريبه ان وحده فيهم تقتلت قبل الثانيه ب 48 ساعه. والحاجه الثانيه ان اللي ارتكب الجريمتين شخص واحد، وهذا الشيء كان باين حيت طريقه القتل والتقطيع كانت متطابقه، وتم استعمال ادوات معينه في التقطيع منها منشار وموس. هذا الشيء كيعني ان القاتل كان واخد راحته، بعد ما قتل وحده ب 48 ساعه قتل الثانيه، ومن بعد قطعهم بمنشار، ومن بعد استعمل الموس. والاهم اننا هنا قدام قاتل متسلسل خطير بزاف، وانه في هذا الوقت مازال ما تشد، وسهل بزاف يكون كيرتكب جريمه في نفس التوقيت. الطب الشرعي قدر يتعرف على وحده من الضحايا، وهذا الشيء من خلال تحليل الدي ان اي، واللي تعرف في وقتها ان سميتها بريجيت وعندها 34 عام، خدامه في الدعاره، وكانت شدات قبل في قضيه مخدرات من مده طويله. وملي كانت شدات تم اخذ عينه من الدي ان اي ديالها، وهذا الشيء سهل التعرف عليها دغيا. المشكل كان في الجثه الثانيه اللي ما لقاو ليها حتى مطابقه للحمض النووي ديالها، ولكن الحاجه المهمه ان الطب الشرعي لقى ان كاين سيليكون في صدرها، الحاجه اللي خلاتهم يستخرجوا السيليكون باش يديروا مطابقه الرقم التسلسلي ديال كل وحده فيهم. ومن بعد ما تدار بحث كامل وتتبع للرقم التسلسلي، عرفوا رجال الامن ان هذا السيليكون تم الاستعمال ديالهم في وحده من عيادات التجميل في المانيا. تواصلوا مع العياده وتعرفات شكون البنت اللي دارت عندهم عمليه تكبير الصدر، فقدروا يعرفوا ان سميتها اليزابيث وعندها 29 عام، وحتى هي خدامه في الدعاره. وداروا تحريات امنيه على البنات اللي هما بريجيت واليزابيث، وعرفوا رجال الامن ان ما عندهم علاقه ببعضياتهم نهائيا
نهائيا وعندهم علاقات كثيره بحكم خدمتهم في الدائره، وهذه المعلومه غادي تصعب عمليه البحث الجنائي بزاف. البنات بجوج مختفيين هذه اكثر من 2 سيمانات وما كاينش اللي كيعرف عليهم شي حاجه، وواضح ان اللي ارتكب هذه الجريمه كان قاصد تماما انه يخفي الهويه ديالهم، وهذا الشيء حيت الراس ما كاينش واليدين ما كاينينش، وهذا الشيء كيعني ان اللي دار هكا ذكي بزاف. نرجعوا لعمليه تفريغ كاميرات المراقبه. انتباه رجال الامن غادي يتيروا واحد الراجل شكله غريب ولابس كاسكيطه وملامح وجهه ما بيناش نهائيا، وهذا الراجل قرب للبركاسه وكان هاز في يده 2 ميكات كحلين كبار. حل البركاسه بكل هدوء ورمى الميكا ومن بعد تمشى على رجليه عادي، وكان صعيب التعرف عليه تماما. الجوده ديال الكاميرات كانت ضعيفه بزاف فما كانتش حتى شي ملامح من وجهه باينه، ولكن الملاحظه المهمه انه كان هاز الميكات في يده وغادي على رجليه، وكاميرا المراقبه من بعد اكدت ان هذا الراجل ما كانش راكب في طوموبيل، فمعنى انه هاز ميكات وغادي على رجليه اذا غالبا ساكن في منطقه قريبه من البركاسه. وبداو رجال الامن في فحص كاع المناطق السكنيه القريبه وبالضبط الاشخاص اللي عندهم سوابق اجراميه، وفي نفس الوقت كاينه لجنه تقنيه كانت متخصصه انها تحاول تحسن الجوده ديال الصوره لهذا الراجل باش رجال الامن يقدروا يتعرفوا عليه. وبدات التحريات الامنيه حتى وقفوا رجال الامن قدام شخص غريب بزاف. هذا الشخص كان كيتعالج في مصحة نفسية لمدة 10 شهور، ويلا خرج هذا شهر واحد قبل ما يتلقاو هاد الميكات، ولكن المهم هو دخل المصحة النفسية أصلا علاش. هذا الشخص سميتو أنطوني هاردي، والشخص ملامحه وتكوينه الجسماني كيشبه بالضبط للراجل اللي بان في كاميرات المراقبة، وبغيتكم تركزوا في التفاصيل اللي غنقولها لكم دابا مزيان. قبل 11 شهر بالضبط واحد من السكان اللي في نفس العمارة اللي ساكن فيها أنطوني هاردي دار فيه شكاية وقال لرجال الأمن أنه رمى مواد كيماوية حارقة على باب الدار ديالو. هذا الشيء من غير انه كتب عبارات خايبه بزاف في صندوق البريد الخاص به، وهذا الشيء من غير ان صوته عالي في اي وقت في الدار ديالو وتصرفاته غريبه وما كاينش اللي عارف هذا الراجل شنو كيدير. وملي وصلوا رجال الامن لدار انطوني هاردي في ذاك الوقت لقاوه جالس بكل هدوء وحاط قدامه ساروت فوق طابله، فسولوا على هذا الساروت قال لهم انه ديال البيت المسدود اللي كاين حدا باب الشقه نيشان. فتحوا الباب وتصدموا من داكشي اللي شافوه، لقاو مراه ناعسه فوق الناموسيه وكاين دم في المخده، وملي قربوا من هذه المراه لقاوها ميته وكاين اثار جرح واضح بزاف في راسها. ديك الساعه تم القبض عليه وتم اتهامه بانه قتل هذه المراه. الدار ديالو كانت غريبه بزاف وكتخوف، عامره رسوم غريبه في الحيوط وتحس انها دار مهجوره واخا هو جالس فيها ومستقر. ومن بعد التحقيق معاه قال رجال الامن ان هاد المراه مرته وانهم كانوا جالسين عادي حتى ماتت، ولكن هو هازها للناموسيه مره واحده فاقت من الموت وبقات كتشوف فيه شوفات غريبه وحاولت تعدى عليه، فضربها ورماها فوق الناموسيه وهو خارج ناض ثاني وحاولت تعدى عليه، فسد الباب وخرج جلس برا وكان كيتسنى رجال الامن. واكد فوقتها ان شكلها كان غريب بزاف وانه كان خايف منها بطريقه صعيبه، وهذا الشيء على سد الباب بالساروت وبقى جالس برا. هاد المراه كان سميتها سالي وايت، وبصح ملي تدارت تحريات امنيه عليها تعرف انها كانت غتزوج بانطوني هاردي، ولكن المفاجاه كانت في الطب الشرعي اللي اثبت فوقتها ان الوفاه فعلا طبيعيه وان الجرح اللي كاين في راسها بصح وقع بعد الوفاه. فوقتها تدار كشف طبي لانطوني هاردي وتم اثبات ان عنده مرض نفسي صعيب كيخليه يتخيل حاجات غريبه، وانه ملي كيتحط في موقف صعيب كيطلع منه تصرفات هو ماشي مسؤول عليها. فوقتها تم ايداعه في مستشفى لعلاج الامراض النفسيه وتم الايداع ديالو لمده 10 شهور، ومن بعد ما تم اثبات انه تعالج تماما وخرج من المصحه النفسيه. وهذه الهضره قبل شهر واحد فقط من اكتشاف الميكات اللي كاينين في البركاسه. كاع الاحتمالات حتى لهذه اللحظه كتاكد ان اللي ارتكب هذه الجريمه هو انطوني هاردي، ولكن ما كاين حتى دليل واحد ضده. المهم تحركت قوه امنيه لدار انطوني هاردي، ولكن ملي وصلوا لقاو حاجه غريبه، لقاو باب الدار محلول وما كاين حتى شي حد لداخل، وملي دخلوا للدار لقاو الموضوع مرعب اكثر من الاول. كميه ديال الرسومات غريبه بزاف وفي نفس الوقت الشقه منقيه بالكامل وكاين بيت مسدود وحاط سيفونه فازقه تحت الباب ديال هذا البيت، وبان ان اللي دار هكا بغى يخبي ريحه معينه. واغرب انهم لقاو كاميرا فوتوغرافيه وواضح انها مستعمله وثلاثه ديال التلفازات وكميه ديال الافلام الاباحيه كثيره بزاف. وبداو رجال المعمل الجنائي فحص الدار مزيان، واولها البيت المسدود. ملي دخلوا ليه لقاو فيه ميكا كحله كبيره، وملي حلوا الميكا لقاو جزء علوي ثاني ديال جسد بشري، ولقاو 4 ديال اليدين كاينين وسط الميكا، وفوق الميكا كان منشار وعدد ديال المواس، واللي كان باين بزاف انه كان كيستعد باش يتخلص من هذا الميكا ولكن ما لحقش.
طبعا غادي يتم التحفظ على كل شيء، ولكن اكثر حاجه لاحظوها ان الدار مجموعه ومنظفه مزيان، ما كان حتى اثار الدم في الدار، وهذا الشيء كيعني ضروري يعرفوا فين ارتكب انطوني هاردي الجرائم ديالو. وهنا تم استعمال ماده سميتها اللومينول، وهذه الماده كتقدر تبين اثار الدم حتى لو المجرم خباها مزيان. والمفاجاه انه من بعد ما تم استعمال هذه الماده بانت اثار الدم في الحيوط وفي الحمام وفي الكوزينه. وهنا تاكدوا رجال الامن ان الجريمه كلها تم الارتكاب ديالها وسط الدار ديال انطوني هاردي. وواضح بزاف ان ملي حس ان كاين تحرك امني في المنطقه هرب. ولكن رجال الامن لاحظوا حاجه غريبه كاينه في الكوزينه، باكيه ديال الدواء ديال الانسولين مأخوذ منها اجزاء، وهذا الشيء كيعني ان عنده مرض السكري، وهذا الشيء كيعني حتى انه ضروري يقلب على هذا الدواء باي طريقه. والقواعد في لندن انه ممنوع يعطيو اي دواء الا باوردونونس ديال الطبيب. وفي هذه الحاله انطوني هاردي باش ياخذ الانسولين ديالو ضروري يمشي للسبيطار، فنشروا تصاور ليه في اكثر من سبيطار على امل اول ما يبان يتم القبض عليه. وفي هذا الوقت رجال الامن كانت طبعت التصاور الفوتوغرافيه اللي كان مصورها في الكاميرا اللي لقاوها في دارو، فتفاجئوا انه مصور بريدجيت واليزابيث وهو ملبسهم الكاسكيطه اللي كان لابس من اللي بان في كاميرات المراقبه، ولكن مصورهم من بعد ما قتلهم، وصورهم حتى وهو كيتعدى عليهم. ومن ضمن الادله ان رجال البحث الجنائي لقاو الرولود الميكات الزبل كاين في الكوزينه ديالو، وتم مطابقه نوع الميكات اللي لقاوها في البركاسه مع الرولود الميكات اللي كاين في الكوزينه ديالو. وهكا قال الأدلة كتقول أن أنطوني هاردي هو اللي ارتكب الجريمة. ولكن السؤال علاش دار هكا فيهم وعلاش هادو بالضبط؟ المهم دازو يومين وبين أنطوني هاردي في واحد السبيطار، وفي ساعتها تحركات قوة أمنية وتم القبض عليه. في البداية كان هادي بزاف وكان تيأكد لرجال الأمن أنه ما ارتكبش حتى جريمة من هاد الجرائم، والحقيقة أنه قال معلومة غريبة، اللي دار هكا شخص تاني تماما، وتقريبا هكا هو عنده الحق في داكشي اللي كيقولوا. أنطوني هاردي تشخص أنه عنده مرض اضطراب ثنائي القطب، وهذا مرض نفسي معروف. هذا الشيء من غير ان عنده تاريخ من العنف المنزلي قبل ما يكمل حياته في لندن، لانه كان مزوج وعنده 4 ديال الدراري وكان عايش في استراليا ومزوج من تما وكان طبيعي جدا. ولكن مره واحده حياته تبدلات وبدا كيبان عليه العنف في التعامل، وبدا كيمارس العنف الاسري مع مرته ومع اولاده، وحتى العنف بان عليه اكثر وهو كيمارس الجنس بشكل طبيعي مع مرته. ومرته في وقتها دارت به اكثر من شكايه، وتحركت قوه الشرطه في استراليا وتم القبض عليه وعتقوها منه قبل ما يقتلها. وفي ساعتها تم الانفصال بينهم رسميا وتم ترحيله للندن. المشكل انه ما تمش التشخيص ديالو في هذا الوقت بانه عنده مرض نفسي. قبل هكا كان عايش مزيان وكان طبيعي، ولكن مره واحده حاله تبدل تماما، ورجع كيشوف ان الصح هو التمرد على اي حاجه مألوفه، ورجع كيشوف ان الاختلاف هو سر القوه، ورجع عنده 2 شخصيات عايش بهم وسط الناس، شخصيه هاديه تماما وشخص ثاني عمرك ما تتوقع شنو قادر يدير. ورجع عنده احساس ديما ان اغلب اللي دايرين به عباره عن اعداء. واللي وقع مع الضحيتين اللي هما بريدجيت واليزابيث انه كان مدمن للافلام الاباحيه، وكان كيجيب بنات الليل بزاف عنده للدار، وكان كيتفرج معاهم على عدد كبير ديال الافلام الاباحيه. وفجاه جاتو حاله من حالات الاختلاف من كثر داكشي اللي شافو في هاد الافلام. قرر انه لازم يدير حاجه جديده، وهو كيمارس الجنس يكون عنيف بالزايد لدرجه انه يمارس الجنس مع الاموات، يدير اي حاجه عكس المألوف، ولا مارس الجنس معها بعنف وما ماتتش، من بعد ما كيسالي كيقتلها. وبسبب المشكل النفسي اللي عنده كان عنده احساس انه ذكي بزاف وان لا يمكن رجال الامن تقد تتعرف عليه او تشده. وهذا الشيء اللي وقع بالضبط مع الجريمه الاولى مع سالي وايت، اللي قال لرجال الامن انها مرته، واللي الطب الشرعي وقتها اثبت ان الوفاه طبيعيه. والحقيقه انطوني هاردي هو اللي قتلها، وان اللي وقع وقتها خطا في تشخيص الطب الشرعي. وبسبب هذا الشيء تم فصل الطبيب الشرعي اللي كتب هذا التقرير، لانه قال في التقرير ان الوفاه طبيعيه. واللي وقع خلى انطوني هاردي يثق في راسه انه ذكي بزاف، قدر يقتل وحده في دارو ويجلس وسط الدار عادي، ورجال الامن تجي ويثبت من بعد ان الوفاه طبيعيه ويخرج منها بكل سهوله. المهم من بعد انكار لمده طويله من انطوني هاردي انه هو مرتكب الجريمه، اعترف لرجال الامن بكل شيء وتحكم عليه بالحبس مدى الحياه، ومات وسط الحبس سنه 2020. ومن ضمن الخطط ديالو اللي قالها انه كان غيرتكب عدد كبير ديال الجرائم بنفس الشكل، وكان واثق انه ما كان حتى حد قادر يشدو على اعتبار انه شخص ذكي بزاف. شوفات انطوني هاردي في كل تصاور تحسها شوفات مخيفه، وتحس ان واحد فعلا عكس الشخصيه الحقيقيه ديالو. وفي الاخر هذه رساله، المرض
المرض النفسي ماشي عيب ولا حرام، وضروري يتشخص مزيان باش يتعالج مزيان، والخطأ في التشخيص أو الإهمال في العلاج ممكن يوصل الإنسان لمراحل صعيبة بزاف، مراحل ممكن من بعد صعيب السيطرة عليها. حنا كنهضروا على مجرم عاش في أستراليا ولندن، ومع ذلك تم تشخيص المرض النفسي عنده غلط، وهذا الشيء وصلوا للمرحلة اللي وصل ليها أنطوني هاردي، لدرجة أنه يدخل المصحة لمدة 10 شهور ومن بعد يخرج ويقرر أنه يقتل جوج. سلام.